ازاي تقلل من اعراض الرهاب الاجتماعي بارت 3. معاكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. لو انت ما كنتش شفت الفيديوهين اللي فاتوا يا ريت تشوفهم الاول وبعدين تعالى ارجع شوف الفيديو ده. لو انت بقى كنت شفت الفيديوهين اللي فاتوا فخلينا نتفق مع بعض على حاجه مهمه جدا. انت بني ادم، انت مش انسان خارق للطبيعه. انا مش مفروض عليا ان انا لازم اقف قصاد مئات والاف من البني ادمين من البشر عشان اكون واحد قدر يغلب ويقهر الرهاب الاجتماعي. انت مش مطلوب منك خالص انت تعمل حاجه زي كده، سواء كنت بتعمل الحاجات اللي في فيديوهات زي كده او في فيديوهات تانية او حتى بتلجأ لجلسات علاج نفسي. انت بتعمل كل ده عشان انت عايز تكون بني ادم طبيعي، انت عايز تكون حد طبيعي عادي زيك زي كل الناس. عايزه اتعامل بهدوء، عايزه ابص ان انا بدخل في مواقف اجتماعيه من غير ما احس ان انا مش قادر اروح المكان اللي فيه الموقف الاجتماعي ده. انا عايزه اروح الموقف الاجتماعي وانا مرتاح، عايزه اروح لقرايبي وانا مرتاح، عايزه اروح شغلي وانا مرتاح، اروح الكليه او اروح الحاجه اللي انا بروحها وانا مرتاح. لو هضطر ان انا انزل في اوقات زحمه ما انزلش وانا متقدر وخايف جدا وفي حاله من الذعر الشديده جدا اللي توصل لبانيك اتاك. فانت بني ادم، انت مش حد خارق. لازم تكون فاهم كويس قوي او لازم تكوني فاهمه كويس قوي حاجه زي كده. انا عايزاك يكون هو ده هدفك وان هو ده الحاجه اللي انت تركز او اللي انت تركزي عليها. مالكش دعوه باي فيديوهات اللي يقول لك انت بقى واحد عندك رهاب اجتماعي انت لازم تكسر خوفك في ان انت تقف قصاد الاف او مئات من البني ادمين. مالكش دعوه بالكلام ده. انت عايز تكون حد عادي. هتمارس تمارين الاسترخاء اللي احنا قلنا عليها في الفيديو اللي فات بشكل يومي. هتحاول ان انت تخلي تجمعاتك اللي انت تبدا تتكلم فيها تكون تجمعات صغيره. هتعمل الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديوهات اللي فاتت. ولو حاولت تعمل كل الحاجات اللي احنا قلناها وبرده حاسس ان انت مش قادر تتغلب على الرهاب الاجتماعي، ما تترددش ولو لثانيه واحده، وما تتردديش ولو لثانيه واحده ان احنا نلجا لجلسات العلاج النفسي. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.